مساء الخير واهلا ومرحبا بكم اعزائي واحبابي مشاهدي برنامج عيون الحقيقه. عوده من جديد وحلقه جديده. اليوم معنا الكثير والعديد من المشاكل والقضايا، ولكن قبل ما نبدا عاوز بس اطمن اي حد بعت لنا مشكله او بعت لنا قضيه، بنقول له ان شاء الله هيتم عرضها، لكن مش عايز اقول بقى بالدور، لكن والله عندنا شغل كتير. عندنا شغل كتير وفعلا هي بالدور. وطبعا الحلقات اللي تم عرضها والناس النهارده بتقول ايه الحل، احنا يمكن حلينا 75%، وان شاء الله الحلقه الجايه هنعرض الحلول وهنشكر المسؤولين اللي ساعدونا، وهنقول للي ما ساعدناش اسمع رأي الشعب فيك. احنا اللي اتفقنا عليه هننفذه. قبل ما ابدا هطلع فاصل وارجع لكم. خدمته وجبت نبقى له خدام، ضيف الرحمن خدامك نحمي ونصون. أتموا الحج والعمرة لله، صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك. أرخص عمر الطيران في مصر. إلى كل من تشتاق نفسه إلى زيارة المشاعر المقدسة حجا أو معتمرا، إلى الصادقين والأتقياء، إلى المحظوظين والموعودين بزيارة بيت الله الحرام. أرخص عمر الطيران في مصر. تعبدا ورقا لبيك ما. ورجعنا لكم عشان نقول من محافظة البحيرة قرية ظهر سند. عيلتين هنذكر فيهم العيلة اللي أرسلت إلينا العديد من الشكاوى والاستغاثات. برضو عايز أقول لهم إن إحنا يمكن قلنا العديد، إحنا شفنا فعلا مرة واثنين وثلاثة شكواكم، لكن مرضناش نتكلم ولا نعرض ولا نصور معاكم غير لما سألنا أو عرفنا إيه القضية بالظبط. القضية ديت مع عائلة مكاوي في بلد أو قرية صغيرة عبارة عن جميع أهلها شخص واحد، يعني هي قرية بتاعت عيلة واحدة. الغريب اللي جواها عائلة مكاوي. حصل مشكلة على حدود أرض عادي جدا، يعني إيه، جار مع جار، ولكن للأسف قامت الحرب وما قعدتش ما بين عائلة مكاوي والعيلة التانية، وبدأت القواضي وبدأت المشاكل. هنا المشكلة في حاجة واحدة. عادي جدا ان انا ابقى مشكلة مع جاري، اللي مش عادي ان يتمسك المظلوم والظالم طليق. طبعا مش هنكتر عليكم، هنسمع التقرير ونسمع عيلة مكاوي ونشوف هما بيقولوا ايه، ونرجع لكم تاني. خليكم معانا. ومن داخل قرية ظهر سند مركز أبو حمص محافظة البحيرة وصلنا للحاج رمزي. نعترف بحضرتك؟ رمزي عبد الله مكاوي. كنا سمعنا شكوى من حضرتك خاصة بالأسرة، ممكن نسمع عنها أو تحكي لنا مشكلتك؟ أيوة فهمت. احنا ناس بساط جدا وعايشين على الفطرة، وما كانش لي أي تجارب خضتها في أي مجالات تانية أكتر من الحياة العادية، حياتي العادية اللي أنا عايش فيها. ما كنتش أعرف إن ممكن يكون في بني آدم يمنح كل حاجة عن بني آدم، لحد إن هو لو طال إن هو يحوش الأكسجين اللي هو بيتنفسه ممكن يحوشه. عودة من جديد مع المواطن رمزي عبد الله، وبعد وصول الاستغاثة لبرنامج عيون الحقيقة عدنا التصوير حتى تلاحظوا ان في الملابس والاماكن مختلفة، لان ما كانش ينفع ان احنا نكمل طبعا في الجو ده، وجينا مكان امن نقدر نصور فيه ونكمل فيه. وهنسمع دلوقتي الشكوى بالمختصر من الاستاذ صاحب المشكلة استاذ رمزي عبد الله، وهنسمع منه. اتفضل احكي لنا استاذ رمزي ايه اللي بيحصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
الصورة اللي انتوا شفتوها سيادتك واللي انتوا خرجتوا بيها تحت ضغط من البلد والإرهاب اللي انتوا شفتوه، ده جزء بسيط جدا من اللي عايش فيه أنا وإخواتي وولادي الصغيرين من سنة 2012. بنستغيث بالدنيا كلها وكلمنا الدنيا كلها، بس للأسف في حاجة في بلدنا ما كنتش نعرف حاجة عنها قبل كده، اسمها النفوذ. بالنسبة للقرى والمجتمع القروي عامة بيحصل فيه جلسات عرفية بتحل دايما المشاكل. ليه ما عملتوش الحكاية دي؟ ليه وصلتوا مع بعض للقضاء والمحاكم؟ بعتقد انه ده بيبقى اقرب، يوصل اقرب الرسالة. حاولنا يا فندم، بس دايما عندنا في العرف ده بيقول لازم للحق قوة تحميه. تمام. لازم للحق قوة تحميه. أنا معيش القوة، المفروض القوة بتاعتي التنفيذ والمباحث والحكومة بتاعتي. أنا مش شايف حاجة، المحسوبية لغتها. أنا أصبحت عايش في وسط أسرة كلها عجزة، كلها عجزة. نسبة العجز كام في بالنسبة لإخواتك؟ احنا سألناك المرة اللي فاتت وحضرتك يمكن جاوبت. عندي أخ عنده عجز 50%، عنده كسر ونزيف في الجمجمة. عندي المدام عندها كسر في دراعها. عندي والدي عنده كسر. كل ده بالإثباتات وكشوفات وشهادة من الطب الشرعي، والتحريات بتاعة المباحث بتقول حصلت. عندي ولادي اتمنعوا عن المدارس. وباباك دلوقتي في السجن صح؟ والدي في السجن علشان المحسوبية اللي قلت عليها. أنا ليا أحكام حقيقية وبالعدل وعدل ربنا على الناس دي بقالها شهور ما بتتنفس. وأنا لما يتعمل لي محضر كيدي أخش السجن في ساعتين، وأسمع تهديدات من التنفيذ. أنا هنفخهم لحد ما يتنازلوا عن الناس دي. أنا الحصار اللي سيادتك بتحكي عليه وشفتيه امبارح ده حاجة بسيطة. أنا المواشي بتاعتي نفقت وماتت من الحصار. أنا زراعتي فسدت عشان مفيش تجار بتيجي تاخدها. أنا والدي دراعه انكسر الصبح واتعمل عليا الحصار، تاني بدراعه مكسور وبينزف لحد المغرب، واتصلت بالنجدة يجي 30 مرة. احنا صراحة ما كناش هنصدقك الا اذا كنا شفناه. احنا فعلا عشنا اللحظة دي يا فندم واخدنا بالاوراق. انا بيتي بقى مليان تقارير طبيه وتحريات ودنيا، بس مفيش حد بينصفني. طب انت بتطالب بايه بالظبط دلوقتي؟ انا بطالب بحق انا ما عادش عارف اطالب. انا ما عادش حقوقي كلها ضاعت. اطالب بانهي حق؟ اللي مسك والدي وسلمه للتنفيذ وللمباحث، مش المباحث ولا التنفيذ، ده اللي مسكه واحد من الخصم بتوعي وعليه أحكام جد والدي 10 مرات. طيب هو ايه أساس المشاكل دي كلها بقى؟ شوف يا فندم سيادتك، أساس المشاكل دي لما تكوني حاجة ضعيفة في ريح واحد ظالم قوي لا عايزك تبقى أحسن منه ولا أولادك يتعلموا، ولا بيستخسر فيك ان انت تلبسي هدمه كويسه او تكوني. لا ازاي؟ ده احنا بلد. وكل الموضوع ده احنا بلد دي بالمناسبه كانوا بيقولوها لما يضربونا ويكسرونا ونطلبهم عرفي ما يرضوش يجوا، والمباحث ما بتنزل لهمش ولا بتدور عليهم عشان المحسوبيه والقرابه يعني ايه ان حضرتك بتتكلم تقول احسن، هم احسن مني او انا احسن منهم، فهم مش عاوزيننا نكون احسن منهم؟ هم عايزين منكم ايه؟ يعني مستفيدين ايه او هينضروا منكم في ايه؟ عايزك عبد. انت ما انت مين؟ انت فرد كده. انت مين؟ انت باحسن مني ليه؟ انا هاخد دي حقك دي يا ما سبتهاش انا هخلص عليك خلاص. ومش خايف. الحكومه معايا والعرف معايا وكل ده معايا، وعندهم كلمة فجة لا هي حقيقة ولا فيها حاجة كويسة خالص خالص خالص. هم هيعملوا لنا ايه؟ ده احنا بلد بحالها. يعني ايه فوق القانون؟ في حد في بلدنا فوق القانون؟ يا فندم؟ دلوقتي تحب صوتك يوصل لمين وتحب تقول له ايه، توجه له كلمة؟ انا بوجه الكلمة بداية لرئيسنا فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، وبوجهها لوزير الداخلية،
ووجهها لمدير الامن بتاعي، بقول له لمصلحه مين يا فندم؟ بتطالب بايه تحديدا؟ انا بطالب بحق الحياه اللي ربنا اداهولي، اللي انا ممنوع منه. الناس ديت الاحكام اللي عليا انا بتطبق ليه؟ الكيديه اللي عليا اللي حاكمه بايام وشهور عشان ما فيهاش اثباتات، والاحكام اللي عليهم اللي فيها تحريات سريه وشهايد من ضباط المباحث ومعاينات مجالس محليه بتقصير واهانتي ما بتتحققش ليه؟ لحد امتى؟ لحد امتى المحسوبيات اللي في بلدنا عالتن كده يا سياده وزير الداخليه؟ استغاثتنا ما خلصتش، نكمل ونسمع باقي الحكاية مع الحاجة نجاة والدة المواطن رمزي. أهلا وسهلا بك يا حاجة. اهلا بك يا اختي. دلوقتي احنا دلوقتي عاوزين، يمكن المشاهدين ما فهموش ايه الموضوع بالظبط، عاوزين نفهم منك الموضوع ابتدى ازاي، ولا المشاكل ابتدت منين؟ الله، دول عيله كبيره يا بنتي، عيله كبيره قوي. عيلة مين؟ عيله ابو دنيا. ومسكوا راجلي عجزوا له دراعه، ما عادش بيعرف ياكل بيه والله، ولا بيمسك المعلقه. ابني عنده عد 50%، المهندس دي صرف عليه دم قلبي، وليا ضعيفه على قدي ومواطنه على قدي. مربيت عيالي بالحلال، ربيت عيالي ما فيهمش واحد صايع، ما فيهمش واحد بلطجي، ما فيهمش واحد عمل في يوم غلط مع اي حد تاني، الا العيله دي اللي مستقويه القلب عليا، وعيالي مش شديدين على السكه، ما عادوش بيعرفوا ياكلوا لقمه هم قاعدين في ريحي. نفهم من كده ان عيالك مش موجودين معاكي في ما البيت؟ فيش حد موجود، المباحث بتجري وراهم، منين ان هم اللي ضاربينهم مكسرين، والمباحث ما بتروحش تاخدهم ولا يعملوا معارضات، ومنين اللي هم شكلوني شكاوي كيديه، وابنهم عمل حادثه بالجرار راح حطوها في عيالي اللي يتاخدوا كل شويه ويروحوا يعملوا معارضات ويتعرضوا للاهانه والبهدله، واحنا ناس على قدنا، ومنين اللي ضاربين ومكسرين ما حدش بيدور عليه. رسالة إلى السيد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، يا ريت النظر في قضية المواطن مكاوي. شكرا، نرجع للاستوديو. طبعا سمعنا وشفنا كمية الظلم الموجودة من عائلة مكاوي. طبعا هم تبادلوا القضايا وتبادلوا الضرب، بس النهارده انا بقول للمسؤولين، يعني فعلا المساواة في العدل او المساواة في الظلم عدل. المساواة في الظلم عدل، حتى لو في ظلم سووني، يعني سويني انا بالعيلة التانية اللي هم ذكروها دي. النهارده هم رفعوا قضيه وعيله مكاوي رفعت قضيه، يجي النهارده المخبر او امين الشرطه ياخد راجل كبير زي ده ويسيب العيله التانيه النهارده ما فيش فرد منهم اتاخد لغايه دلوقتي. حتى لو حضرتك كمسؤول بتقول ان ليا ورق، طب سيادتك ليك ورق؟ ماشي. سيادتك ليك ان لازم يكون قدام مني قضايا؟ طب ما هم عليهم قواضي يا جماعه، عليهم قواضي بال10 سنين وبال3 سنين والسنتين. النهارده المخبر السري ياخد بعضه ينزل ياخد راجل كبير، ياخد اللي ياخده عليه قواضي، اللي يسلمه واحد عليه قواضي. طب يعني مش كده يعني ولما نيجي نتكلم ونقول المسؤولين تقولوا انت بتهاجم المسؤولين. احنا ما بنهاجمش المسؤولين يا جماعه، احنا ما بنهاجمش المسؤولين، احنا بنسمع ونشوف زيكم، بس عادة اتكلم مش عارف اتكلم. كل ما اتكلم يجي لي ناس يقول لك يبعتوا لي بلاش عشان انت بتهاجم المسؤولين. انا ما بهاجمش مسؤولين، انا بقول يا ريت كل واحد فينا يتقي الله. النهارده لما يبقى انا مظلوم واروح اعمل بلاغ في فلان ده اقوى مني بنفوذه وفلوسه ومعارفه،
يروح يجري يعمل قضيه تانية قصاد مني. احنا ندخل النيابه احنا اتنين، ندخل النيابه احنا اتنين. لكن الظلم ان انا اروح النيابه واتحبس وهو قاعد يتفرج عليا ويهددني. فانا بقول يا ريت، انا مناشده لمدير الامن البحيره الراجل المحترم اللي بص الحمد لله يعني احنا سامعين عنه كل خير، وظبطنا اللي خدوا تقدير الشهر اللي فات، احنا بنقول لهم يا ريت متابعه عائله مكاوي عشان نكفيهم شر الظلم. معانا تقرير تاني لكن مش عارف صراحة أبدأه إزاي. يعني يمكن النهاردة كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار فعلا لغاية ما فكر إن الجار هيورث الجار. طبعا عارفين احنا الكلام ده، عارفينه. النهاردة في قرية الأربع عزب حصل حاجة غريبة جدا. قرية الأربع عزب عوايد ضيف محافظة البحيرة، مشكلة على أنبوبة، جار مع جار، ولكن المظلمة فين؟ بنت عندها 15 سنة، أم وأب، الأب شغال عامل نظافة، الأم أخذت البنت معاها مصنع خاص عشان العيشة، عشان غلاء العيشة، ولكن حصل خلاف ما بينهم وبين الجار على أنبوبة. ابن الجار ازاي ان تزعقوا لابويا، او ازاي ان انتوا النهارده بتعلوا صوتكم على ابويا، ما عجبوش الوضع. يعمل ايه؟ يهدد البنت ان لو ابوكي ما شالش القضيه واعتذر لابويا يغتصبك، يرش عليك ميه نار. ده الجار. وطبعا في الساعه دي الناس الغلابه استجاروا بجار تاني وقالوا له اللي حصل. طمنهم وقال لهم ده عيال مالكوش دعوه باي حاجه، وفعلا الناس عاشت عيشه امنه ورايحين شغلهم ومفيش حاجه. حصل ايه؟ يجي الابن يجيب معاه 3 بلطجيه ويسلطهم على البنت وهي راجعه من الشغل ويمسكوها، ويحصل ايه؟ نشوف التقرير احسن ونرجع لكم. ومن محافظة البحيرة مركز كفر الدوار هيكون لنا لقاء مع، دايما نقوله حادث، لا مش حادث، مصيبة. النهاردة احنا عندنا مصيبة. يمكن احنا عارفين دايما كلمة مصيبة ديت بتقدر في الموت بس، لكن والله بالنسبة لي انا شخصيا مصيبة. ودايما كنت بقول في البرنامج او وانا بقدم البرنامج بقول ايه؟ تمرض مصر وتعالج ولكنها ابدا لن تموت. النهارده عندي مصر هي بنتي، مصر هي امي، مصر النهارده هي بنتي اللي لما تغتصب من شويه بلطجيه يهددوها عشان مشكله بينها، او مش مشكله بينها، مشكله بين باباها وبين جيران. مش ممكن كل النهارده جار يحصل بينه وبين مشكله بين جاره يغتصب بيته. انه جار ده؟ فين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش هطول عليكم، هنسمع قصه. يمكن كل واحد النهارده عنده بنت لازم يبكي، لازم يبكي على ان النهارده تغتصب بنتي ومش تلاقي
حد يجيب لي حقي. اهلا وسهلا بيك. بصي بقى، يعني ايه، انا عارف انت بكيتي كتير وعارف انت موقفك شكله ايه، لكن انا عايزك تجمدي شويه وتتكلمي بجراءه عشان نوصل صوتك للمسؤولين، وعشان يبقى اللي حصل لك النهارده ما يحصلش لاي بنت تانية. خلاص؟ مش عايز اسمك. انت بنت عندك كام سنه؟ 15. احكي لي حكايتك، وانا عارف ان مش عايزه تذكري اسماء، لكن احكي لي حكايتك عشان تكون عبره لاي حد. انا شغاله في مصنع لبان جنبنا جنب البيت كده، وبروح اتغدى كل يوم الساعه 1 وبرجع الساعه 2. يعني شغاله من كام لكام؟ شغاله من 8 الصبح لغايه 7 بالليل. 12 ساعه؟ 12 ساعه طبعا لازم تروحي تتغدي. ايوه، بروح اتغدى الساعه 1 وبرجع الساعه 2. تمام. ففي مشاكل بيننا وبين جيراننا وكده، وهما عيله كبيره جدا يعني. بس جيت انا طلعت اليوم دوت، كان يوم 9/2، اليوم الخميس. كنت بتغدى وانا راجعه من الغدا، لقيت عربيه وقفت في طريقي. العربيه دي كان بقالها بتاع 3-4 ايام كل يوم تيجي الشارع وتقف قدام بيتنا وكده، بس انا مكانش في دماغي حاجه. فهم كانوا مهدديني بالخطف وكده. ابنهم واحد منهم كان مهددني ان هو يخطفني وكده، قال لي يا ميه نار يا خطف واغتصاب. فانا طنشت، ما كانش في دماغي ان هو هيعمل حاجه فعلا. فانا رحت الشغل وطلعت اليوم دوت، وانا طالعه لقيت العربيه وقفت قدامي، عربيه بيضه تنية كده وقفت قدامي، وراح جاي فيها 3 شباب. راح واحد منهم حاطط لي مناديل كده على بقي وكاتب نفسي وشاددني في قلب العربيه. بعد كده ما فوتش غير وانا في اوضه مقفوله عليا. فضلت اعيط. فوتي بعد قد ايه؟ مش عارفه، ما كنتش عارفه. هم اخدوك الساعه كام؟ الساعه 2 بالظبط. وفوتي امتى؟ فقت معرفش الساعة كام ولا اعرف اي حاجة. لقيت التليفون بتاعي مش معايا، و50 جنيه كانت في ايدي مش معايا، وهاند فري بتاع التليفون معيش اي حاجة. قلت لهم انا فين هنا؟ دخل لي واحد اتكلم معايا الاول، قال لي انت هنا على كارت ارهاب لامك وابوكي، كارت رعب لامك وابوكي، عشان تبقي بعد كده تعرفي تحاربي عيلة خروبة كويس. طيب انت المشكلة ما بين باباكي وبين العيلة ديت؟ ايوه. بقالها قد ايه المشكلة دي؟ يعني بقالها فترة زي 2-3 كده. قبل الخطف؟ ايوه. انا اسمع ان حصل بينكم وبين بعض احكام وجبتوا عليهم احكام. ايوه، احنا فعلا جبنا احكام. احنا كنا عاملين محضر وهم عاملين محضر اللي هم عاملينه فينا سقط، والمحضر اللي احنا عاملينه فيهم اخدوا 6 شهور، وفي 2 عملوا معارضة وطلعوا، والتالت لسه ما راحش ولا اتحكم عليه أساسا. يعني المشكلة موجودة من مدة، يعني انتوا طبعا في مشكلة بينكم وبين بعض. ايوه من زمان. بس طيب لما فوتي ايه اللي حصل؟ لما فوت لقيت هدومي متقطعة من على الكتف كده ومن على الصدر كده، ومفيش هدوم من تحت، الهدوم اللي تحت واخدينها وكده. وفقت قعدت اعيط قعدت اعيط جامد واخبط، وعاملين لي ايدي متكتفه لورا وبقي متكمم عليه كده لزق. قعدت مش عارفه اعمل ايه، فضلت اخبط برجلي على الباب. راح واحد دخل لي منهم قال لي اهدي بس كده، انا عايزه اعرف ايه المشكله اللي بينكم وبين العيله دي. قلت له اهدي بعد ما اغتصبك؟ ايه؟ جايبوا لك اهدي بعد ما اغتصبك؟ لا، ما كانش في حاجه، هم مبهدليني بس هدومي يعني ايه موجوده. فمقطعين لي بس هدومي، مبهدلين لي الهدوم وكده. فجيت انا قعدت اعيط. قلت له انتوا جايبيني هنا ليه؟ فكلي اللزقه من على بقي وقال لي اهدي، ايه المشكله اللي بينكم وبين العيله دي؟ قلت له المشكله اللي بيننا وبين العيله دي انتوا جايبيني عشان كده. يعني انت في الساعه ديت اصلا عرفتي ان العيله دي، انا كنت لسه عايز اسالك اقول لك ايه اللي عرفك ان العيله دي هي السبب، لكن هم قالوا لك؟ ايوه، الراجل دوت سالني اللي دخل اتكلم معايا، قال لي ايه المشكله اللي بينكم وبين العيله دي؟ قلت له انا ماليش ذنب في حاجه، بالله عليك انا ماليش دعوه، انا عايز امشي. طب فين موبايلي، فين حاجتي؟ قال لي مفيش حاجه، وبطلي اسئله كتير عشان ما تتعبيش نفسك. بس اقول لك حاجه، انا والله يا بنتي ما هاجي جنبك ولا هلمسك عشان صعبت عليا، وانا همشي. بس الاتنين اللي بره دول انت ما تعرفيش، دول اجرامهم عالي شويه. انا الدواء ما شفتوش تاني، حط لي الكمام على بقي ومشي. في 2 بقى تانيين دخلوا لي،
هما دول بقى بهدلوني بقى. فضل واحد منهم حط ايده على جسمي كده، بيقول لي بيحط ايده على القطع اللي في جسمي بيعمل لي كده. رحت انا جايه زقاه وقلت له متفيت في وشهم، قلت لهم انتوا كلاب وانا حقي هجيبه. وقعدت اعيط وكده. راح جاي قال لي بقول لك اسكتي عشان نعرفوا نتكلموا مع بعض. قلت له انا مش عايزه اتكلم معاكم، رنوا لي على ابويا، رنوا لي على امي، انا عايزاهم. قال لي مفيش كلام ومفيش اي حاجه، ما اسمعش صوتك. الناس دي جيرانك ولا الناس دي اللي هم مسلطين عليهم جيرانك؟ الناس يعني دي الناس اللي انت شفتيهم دول؟ لا مش جيراني، دول اللي هم محرضينهم ان هم يخطفوني. وبناء على كده ان هو اللي دخل دوت سألني ايه اللي بينكم وبينهم. تمام، ما هو كده يعتبر هم. ايوه. فجيت انا قعدت اعيط وقلت له ارجوك انا عايزه امشي من هنا بالله عليك. راح جاي قال لي طب كلي. فكلي ايدي. رحت انا جايه مصرخه. راح رابط لي ايدي تاني وراح عامل لي الكمامه على بقي. وراح طالع واحد منهم قال له استنى ما تجيش يمها. وراح طالع جايب بتاعه قهوه، فنجان قهوه، وبقى واحد ماسكني متكه عليا كده والتاني شربني القهوه غصب عني. يعني حد فتح لي بقك؟ ايوه، واحد فيهم بقى عامل لي بقي كده ومتكي كده برجليه، والتاني بقى يشربها لي بالعافيه غصب عني. بعديها ما كملتش 10 دقايق. قبل ما اعرف بعديها دي هسيبك لحظه وعايز ادخل واسال ايه القصه، فاشوف الام هتقول ايه الاول وارجع لك. عايز اقول لك يعني شد حيلك ومعلش بنتك و15 سنه واغتصبت، لكن حقك هيجي. هي عمرها ما طلعت من طوعي خالص. كانت بتروح الحمام تقول انا رايحه الحمام يا ماما، وهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. راحوا جابوا ناس شهاد ظلم عشان هم معاهم فلوس ياما وبتجروا في كل حاجه، ما بخلوش اي حاجه اللي هم بتجروا فيها عشان هم رجاله كتير ما عندهمش بنات زيه. لكن هو حسبنا الله ونعم الوكيل في ابوه. انت عندك صبيان؟ عندي محمد عنده 12 سنه. يعني صغير؟ يعني ما عندكوش حد كبير؟ لا، ومجوزه 3 بنات. ايه المشكله؟ المشكله كانت علشان انبوبه. رحت نجيب منهم انبوبه، الولد رفصني بالرجل ببطن. جات الناس سكتوني، يبقى انا كنت عاوزه اروح نعمل محضر عشان الانبوبه. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني انت بعتي رساله حاجه لمين؟ بعتي ايه؟ بعت رساله قلت لهم الولد ابن الجماعه جيراننا عاوز يغتصب البيت واختفى واغتصبها، بالله عليك وصلهم الرساله ديت. عيب كده. يعني هم بعد ما بعتوا التهديدات انت بعتي مرسال معروف في البلد للناس دي بنفس الرساله اللي جات لك بان البنت ممكن تتخطف او تغتصب؟ ايوه. الكلام ده قبل ما تغتصب وقبل ما تتخطف؟ قبل كل حاجه. وما تنساش قبلها بيوم شايله ابنهم، والله العظيم ما بكذب، والله العظيم ما بكذب ولا كلمه ولا نقبل الكذب. شايله ابنهم والله العظيم من تحت رجل الجاموسه، طفل صغير كده اهو. انا لو بنحسب كده يا نهار ابيض. ما هو ردها لك. يا نهار ابيض، لو بنحسب كده كنت حطيت لهم والله العظيم، الله العظيم، عشان بنتي اصلا طيبه مش بتاعت كده ابدا اصلا. وربنا يوقف لنا ولاد الحلال، ربنا يجيب لنا حقنا عشان ابوها غلبان ما عندوش حاجه ولا احنا عندنا حاجه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الغلبان ملوش الا ربنا. نرجع تاني للبنوته 15 سنه اللي اغتصبت واتقتلت بالنسبه لامها وابوها وبالنسبه لشرفها اللي ضاع. عروسه جميله يا جماعه على فكره. انا قاعد بنوته جميله جدا، مش عارف اقول ايه. اكمل معاكي واقول لك بعد ما فقتي، وقفنا لغايه ما فقتي، ايه اللي حصل؟ بعد ما فقت خلي واحد منهم قعد يتكلم معايا، قال لي ايه المشكله اللي بينكم وبين العيله دي؟ شرحتي له المشكله؟ شرحت له المشكله. قال لي خلاص انا مش هاجي جنبك ومش هلمسك عشان صعبت عليا وانا عندي اخوات بنات ومش هاجي جنبك. فجيت قلت له طب انتوا مين؟ انتوا جايبيني هنا ليه؟ وقعدت اعيط وكده. راح جه قال لي طب بصي خلاص انا مش هاجي جنبك، وراح اخد نفسه وراح مش هحط لك كمامه على بقي تاني واخد بعده. ده الكلام ده بعد ما صرختي وعيطتي بقى؟ لا ده يعني انت لما عيطتي وصرختي هو سابك؟
ايوه ده سابني ومشي. بعد كده دخل الاتنين التانيين بالاكل كلي، قلت لهم لا انا مش عايزه اكل، انا عايزه امي، عايزه ابويا. قعدت اصرخ. راح قال لي طب بصي هقول لك على حاجه. قلت له قول. قال لي لو ما احترمتيش نفسك احنا هنوروكي يعني بصي ايام سودا. راح مطلع لي سكينه كده، وراح مطلع لي مسدس وطلقه كده واحد تاني منهم، وقال لي بصي انت ديتك يا اما يعني هو واحد معاه طبنجه والتاني معاه سكينه. يا ديتك سكينه من دي تجيب رقبتك جنب جسمك، يا ديتك طلقه من دي بالمسدس دوت ما تقوميش من مكانك تاني. فانا خفت. راح ماسكني بقى شربوني القهوه غصب عني. قعدت ما كملتش 15 دقايق وما حسيتش بنفسي خالص. لما فقت بقى بعد كده فقت بقى الصبح، لقيت هدومي كلها مش عليا. فقت الصبح؟ خدوك من 2 الظهر فقت الصبح؟ من القهوه اللي هم عطوها لي ما حسيتش بنفسي. بعد كده فقت الصبح لقيت مفيش هدوم عليا خالص، ولقيت هدومي الداخليه جنبي وعليها دم وكده. فقت قعدت اعيط وكده واصرخ على اخري. بعدين قعدت اداري في جسمي واعمل كده، مفيش اي هدوم عليا حتى هدومي. لا دخل لي بقى واحد منهم حدف لي الفستان كده وقال لي خدي البسيه عشان انتي ماشيه. الفستان ده مقطوع من هنا ومن على الصدر ومن الجناب كده، وراح حدفهولي وقال لي خدي البسي ده، ومشوني كده. عمل لي بقى علامه سودا على عينيا علشان ما احسش، ما اعرفش الطريق ولا اعرف حاجه، ومشوا مسافه زي نص ساعه. وبعد كده راحوا حاتفيني في الشارع. انا فوت وقمت شلت البتاع من على وشي، ببص لقيت توك توك. قلت له احنا فين هنا؟ قال لي في المعموره. قلت له طب حضرتك يعني انت تعتبر من عند عواد الضيف لغايه المعموره مشيتي كل ده مشوكي بكل ده بالعربيه؟ ايوه. بعدين قلت له بقول لك ايه، احنا فين هنا؟ استغرح. قال لي احنا هنا في المعموره يا ماما. قلت له طب حضرتك ينفع توديني الاربع عزب؟ مرضيش. قال لي لا مش هينفع. فقلت له طب توديني فين؟ قال لي اخر معاك الطابيه. جه عند الطابيه ونزلني، ولقيت انا بقى ست كبيره وكده، هي اللي جت وقفت جنبي لان انا واقفه التكاتك، وقعدوا يشدوا فيا وبهدلوني في الطابيه وتعالي وانت جايه منين ورايحه فين. انا قعدت اعيط بقى وبقيت مش عارفه اعمل حاجه. جت الست دي هي اللي جت لي وهي اللي انقذتني من كل اللي انا كنت فيه، ودتني عند واحد جزار وقالت له دي حكايتها كذا كذا كذا، وقالت له اسم عيلتي. وبعد كده ما حسيتش بنفسي غير وخالتي جايه تاخدني. رحت النيابه. طبعا أسوأ معاملة، وبيعاملونا معاملة وحشة وبيتكلموا بطريقة وحشة جدا. أنا مش عارفة هما بيعملوا كده ليه، يعني أنا جاية لهم مظلومة مش ظالمة. حسبي الله ونعم الوكيل، وأنا حقي عند ربنا. لو حقي مش هيجيبوه أنا حقي عند ربنا. حق الحكومة مش هتجيبه يبقى أنا حقي عند ربنا، عشان ولا عندي أخ يقتل ولا أب يقتل. مين المسؤول في إن عيلة الأصول تبقى قاعدة معززة مكرمة تاكل وتشرب؟ يعني إحنا بره البلد بيبقى لنا معاشات، احنا مش عايزين معاشات، احنا عايزين ناكل ونشرب. اب ياخد زوجته وبنته يطلعوا يشتغلوا، تطلع البنت بعد 12 ساعه تيجي تتغدى تغتصب، والاخر تلجأ للقانون او تلجأ للي يحميها يتريق عليها. برضه هرجع واشوف ايه الشق القانوني واسمع ايه رأي القانون وانتوا تحكموا. خليكم معايا. أعزائي المشاهدين، امتدادا إلى قضية تعتبر من أخطر القضايا التي واجهها المجتمع، وهي قضية اغتصاب إحدى الفتيات التي دفعت ثمنها غالي وهي شرفها. هذه القضية تقشعر لها الأبدان وتدمع لها الأعين وتشمئز لها الأنفس، وهي قضية اغتصاب إحدى الفتيات. نظرا لخطورة هذه القضية كان لزاما علينا أن نلتقي بالأستاذ عاطف محمود الطنيحي، المحامي بالنقد بكفر الدوار، محامي المجني عليها، لإلقاء الضوء على تلك الجريمة وتفاصيلها حتى نحتاط بكل ما يدور حولها. أستاذ عاطف، بنرحب بحضرتك. وطبعا احنا مش عارفين نقول ايه، ولكن بصفة حضرتك محامي المجني عليها نرجو من حضرتك إلقاء الضوء على تلك القضية وتفاصيلها من النواحي القانونية، وإيه هو سببها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البداية
انا فوجئت بان والدة المجني عليها اتصلت بيا ان هم اصلا قرايبها موكلين عندي، يعني قرايب والدتها لهم قضايا يعني ايه مدنية عندي. ففوجئت بيهم ان هم اتصلوا بيا قالوا لي والله احنا عندنا مشكلة. ايه المشكلة بتاعتكم؟ قالوا ان بنتنا اتأخرت، ان هي المفروض ان هي بتخرج، ان هي بتعمل في شركة من 8 صباحا الى 7 مساء، وفي ساعة غدا اللي هي من 1 ل 2، ونظرا لان البيت قريب من الشركة، فبدل ما بتاكل في الشركة بترجع البيت عندها تتغدى مع اخواتها الصغيرين وبترجع تاني للشركة بتاعتها. قالت ان هي اتأخرت واحنا قلقانين لان في تهديد سابق، كان الجيران في خلافات ما بين الجيران وبعضها، وفي مشاكل وفي قضايا واحكام غيابية ومحاولة صلح وفشل الصلح، فكانوا هددهم البنت دي ان هم ايه يعني هيتعرضوا لها باذى. فقالوا احنا خايفين لا يكونوا نفذهم التهديد بتاعهم وان هم حصل سوء لبنتنا. فالكلام ده كان العصر، يعني قلت لها امتى؟ قالت الكلام ده من ساعتين. قلت لها طيب يعني ساعتين ممكن يعني تكون صاحبتها قعدت عندها شويه راحت هنا، اصبروا شويه مثلا ايه ساعه او ساعتين، يعني شويه كمان كده ايه اطمئنوا واسالوا الجيران والقرايب. قعدوا لما للمغرب مفيش حاجه، دخلنا على العشاء قلقوا، انا بدات اقلق انا كمان لما هم حكوا لي التفاصيل، وقالوا ان جار لهم كان قبل منها باسبوع كان هو ومجموعه راحوا البيت علشان ياخدوا منهم صلح او وعد بالصلح في القضايا اللي صدر احكام ضدهم فيها، وان هم في الاخر ما توصلوش للصلح. فولد منهم هددها وقال لها ان انت كبيرك معايا، يا هنرش وشك بميه نار يا ان انا ايه نغتصبك. يعني كده تم عمل محضر شرطه بالواقعه. ما انا اقول لحضرتك اهو، انا رحت حوالي الساعه، وصلت هناك 8، من الساعه 8 عشان ادخل للضابط واتقابل معاه واكلمه واعرض مشكلتي قعدت من 8 ل 11. كل كلمه قالتها هذه الفتاه جت تقرير الطب الشرعي واثبتها. ان هنا توفرت اركان جريمه الاغتصاب اللي هي الركن المادي والركن المعنوي. والله هي كذا جريمه مش جريمه واحده، يعني ده خطف انثى بالاكراه ومواقعتها، يعني دي ماده 290 اللي حصل فيها تعديل اخيرا من 2 تقريبا، عدلت نص هذه الماده وتم تجديد العقوبه فيها لدرجه انها وصلت للاعدام. إذا تم بعد الخطف بالإكراه، إذا تم مواقعة الأنثى بغير رضاها، العقوبة تصل إلى الإعدام. في نهاية اللقاء أعزائنا المشاهدين بنشكر الأستاذ عاطف محمود الطنيحي المحامي بالنقد محامي المجني عليها، وبنستكمل الحوار مع الأستاذ محمد عاطف بخصوص هذه الجريمة الشنيعة. بيسعدنا أن احنا نستضيف الأستاذ محمد عاطف حتى يستكمل الحديث عن تلك القضية. أستاذ محمد، يا ترى الجناة اللي هم ارتكبوا تلك الجريمة هل هم حاليا يعني تم القبض عليهم ولا ايه اللي تم بالظبط؟ اولا الجناة بعد ما تم اخلاء سبيلهم مؤقتا من سرايا النيابة لحين ورود تقرير الطب الشرعي قاموا وعلى الفور بالتوجه الى اهلية المجني عليها. طيب ليه؟ عشان يستسمحوهم ولا علشان يقول لهم معلش وهنخلص الموضوع ودي؟ لا، ده علشان يهددوهم وللمرة التانية بخطف ابنهم الصغير وذبحه إن لم يتم التنازل عن هذه القضية الأولى. تمام. يعني حضرتك نفهم من كده ان الناس دي لها سطوة او نفوذ لدرجة انهم يتكلموا الكلام ده في يمكن احنا في عصر حاليا يعني عصر الديمقراطية وعصر العدالة، فيا ترى هم بيتكلموا الكلام ده من منطلق ايه بالظبط؟ هم نفذوا وعدهم للمرة الأولى لما جم المرة الأولى وقالوا للبنت ان احنا هنخطفك او هنشوه وشك بمية النار، بالفعل تم تنفيذ وعدهم وقاموا باخطاف البنت واغتصابها.
فكان من المرة التانية لما ذهبوا لأهلية المجني عليها علشان يهددوهم، فما كان منهم مكان من أهلية المجني عليها اللي هو والدتها، إلا إن هي اتصلت بيا وأخدتها على مركز الشرطة وقمت بتحرير محضر عن تلك الواقعة. في نهاية اللقاء بنشكر الأستاذ محمد عاطف اللي أدلى برأيه في هذه القضية، وشكرا لكم أعزائنا المشاهدين. شفنا تقرير، شفنا الإسلام يا جماعة. أنا خايف أقول كده أبص ألاقي ناس تقول لي ده بيضرب في الإسلام. لأ، أنا عايز أقول حاجة، عايز أقول أنت يا جار ما قريتش أي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قريتش يعني إيه الجار ممكن يورث الجار من كتر إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بيه؟ أنت يا جار ما عرفتش تربي ابنك لدرجة إنه يفكر يجيب 3 بلطجية لبنت عندها 15 سنة طفلة؟ انت فين يا اخي؟ انت فين يا اخي؟ اتقي الله، اتقي الله في طفلة يا اخي. انت ما تعرفش اني داين تدان؟ ما عرفتش كل ده؟ مش في الاسلام؟ مش في الاسلام؟ طب عايز اقول لك حاجة، ما تعرفش اني زنا، والزنا ده اخره ايه؟ طبعا بص، انا عايز اقول حرام عليا ان انا اكلمك في حاجه زي كده. انت كجار حرام عليا ان انا اقول لك حاجه زي كده، اصل انت عملت حاجه زي كده، انت عملت خساره فيك اصلك العتاب. ولكن من هنا ابدا اقول ايه؟ المسؤول. ابدا اقول المسؤول. يا جماعه النهارده احنا لما بنقول لا مسؤولين، غسونا، لازم تغسونا. احنا ملناش الا الله ثم انتوا. لما نقول المسؤولين، لما المحامي ياخد بعضه يروح يستغيث بيكم ومعاه طفله وامها 4 ساعات عشان يدخل للمسؤول، 4 ساعات، 4 ساعات والطفله مع 3 ذئاب بشريه. اتقوا الله يا جماعه، اتقوا الله. تبات البنت بره؟ والله لو بنت مسؤول ما هي بايته بره. انا بقول بحلف، دي لو بنت مسؤول جاي بقول لك فلان الفلاني هددني الاسبوع اللي فات، جه قال لك فلان الفلاني هددني، خالصه خالصه يا جماعه، خالصه. هكتر هتقولوا بهاجم المسؤول، ما بهاجمش المسؤول، بس والله لا يجي يوم نقف كلنا قدام المسؤول ونتحاسبه كل واحد فينا عمل ايه. مش حلقه دينيه. انا يمكن شايف في ناس تقول لك ايه، انت هتعمل لي الشيخ فلان. انا مش شيخ فلان، لكن هو ده اللي هيحصل، وكل واحد هيتحاسب على الكرسي اللي قاعد عليه. انا قعدت على الكرسي بقول اللي اقدر اقوله، لكن انت كمسؤول عملت ايه في حق طفله اغتصبت من 3 ذئاب بشريه؟ لو عاوز تحلها يا ريت تجيب حقها. هات حقها. خليكم معايا. هات حقها. نطلع فاصل ونرجع لكم. خدمته وجبت نبقى له خدام، ضيف الرحمن خدامك نحمي ونصون. أتموا الحج والعمرة لله، صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك. أرخص عمر الطيران في مصر. إلى كل من تشتاق نفسه إلى زيارة المشاعر المقدسة حجا أو معتمرا، إلى الصادقين والأتقياء، إلى المحظوظين والموعودين بزيارة بيت الله الحرام. أرخص عمر الطيران في مصر. تعبدا ورقا لبيك ما. رجعنا من الفاصل علشان نسمع ونشوف قضية أخطر من اللي شفناه. في أخطر طبعا. أخطر لما نيجي على بنت في حضانة
حسناء أحمد السيد يوسف، حضانة، بنت جميلة متفوقة، الدنيا كلها بتتكلم عليها. تعبت بشوية سخونية، والدها طبعا قال لك لا، مستشفى حكومة لا، اللي احنا بنشوفه من المستشفيات الحكومية مش ممكن هخليه يجي على بنتي، هنطلع بيه على مستشفى خاصة أو عيادة خاصة. وطلع على العيادة الخاصة، قال لا ده هي عملية لوز وبسيطة، 5 دقايق بنج، ربع ساعة بالظبط تكون العملية منهية. وفعلا دخلت حسناء عملية اللوز، ودخل ورا منها 4 حالات يدخلهم ويطلعوا وهي لا. طب ليه؟ طب فين؟ دخلت الأم عافية أو دخلت من ورا التمريض تشوف بنتها فين. قالوا له لا، في حاجة اسمها الإفاقة. طب ندخل الإفاقة، ممنوع. دخلت من ورا التمريض، لقت البنت مرمية على ترولي، قطع النفس، ماتت. الأهل بيقولوا يا ريت كانت ماتت. حصل لها إيه؟ هنسمع التقرير ونرجع لكم. هتعرف بحضرتك؟ أنا مدام أحمد السيد، والدة الطفلة حسناء أحمد السيد. اهلا وسهلا بحضرتك. تكلمينا عن حسناء، ايه مشكلتها؟ حسناء كانت بنت طبيعية خالص، بتروح حضانة، عايشة حياتها زي أي طفلة. كان بيجيلها شوية سخونية، دور برد، احتقان في الحلق. كنت بروح نكشف عليها، يديني مضاد كده، أي حاجة يعني زي الأطفال، دور برد عادي. فلحد ما في دكتور قال لي لا ده اللوز ملتهبة جامد فعايزة تتشال. فقلت لا، أروح لحد متخصص، كان دكتور عادي. قلت له روح لحد متخصص. رحت لمحمد خليفة، محمد علي خليفة. دكتور محمد علي خليفة ده موجود في التمليك في المنشة، يعتبر من منطقة من عندنا. قلت متخصص في الأنف والأذن ويكشف عليها. رحت تابعت معاه حوالي زي شهرين، قال لي خلاص لا، لازم اللوز تتشال. قلت خلاص اللي حضرتك شايفه يا دكتور. فطلب مني تحاليل، عملتها له، وبعدين حدد ميعاد العملية. رحنا نعمل العملية، خدت حسناء وانا وباباها ورحنا في الميعاد المحدد لينا. وحسناء كويسه ومفيش اي حاجه، وبتتكلم في التليفون وزي طفله عاديه. ودخلت العمليه على رجليها. بعد كده ما طلعتش الا بعد ساعه ونص في العمليه. فين حسناء فين حسناء؟ مفيش، ده هنفوقها وطلع. بعد كده طبعا عملنا دوشه وكده، فدخلوني عليها، لقيتها كانها حد بيحتضر في سكرات الموت. انا دي حسناء، يا حسناء مفيش، ما بتردش عليا. حالتها يعني متشنجه لورا، جسمها مش طفله ان هي اللي كانت داخله دي العمليه. بس فقعدنا عشان حد يسافنا. كان عدى وقت قد ايه من العمليه؟ عدى وقت حوالي 2 ساعة. والدكتور اللي عمل العمليه كان موجود في الوقت ده؟ بعد انا ما دخلت الافاقه على حسناء هو هرب، ما شفناهوش تاني. يعني الدكتور عمل العمليه وما شفتهوش تاني؟ ما طلعش تاني. والد حسناء بيقول ان مش حسناء بس اللي فقدت حاجات كتير، لا ده اصبحت الاسره كلها فقدت بعض الاشياء. الام تترك المنزل كل يوم وتتجه لمؤسسات عشان تعالج حسناء، وتغيب عن البيت بال5 ساعات وبال6 ساعات، وتترك بقية الأبناء. وهنا بنسأل إيه الوضع؟ الاستغاثة، مين يغيث الأسرة؟ والأب الحمل زاد والمصاريف كتير، وبيصرف بيقول في الشهر أكتر من 8 أو 9,000 جنيه عشان يعالج حسناء وبلا جدوى. فهنا بنوجه الكلمة لأي مسؤول ممكن يقول لنا الحل ايه في الحالة دي. والطبيب الشرعي بيقول انها قضاء وقدر، فالقضاء والقدر بإيد الله، ولكن الإهمال ليس له عذر.
يا غربة سكتك شينا ما نعرفكيش ومشينا يا صبر الصبر يا ممرر أنا حقدر عليك حقدر. استغاثه للنائب العام ان هو يقشر عليها يرجعها الجنائي تاني، لان هي القضيه دلوقتي في القاهره عند النائب العام. احنا نترجى النائب العام ان هو يقشر عليها ترجع الجنائي تاني عشان حق حسناء وحق الاطفال اللي اتعملت بعد حسناء. حاله حسناء طبعا، حسناء كانت بتروح الحضانه وهي صغيره. اكيد طبعا اكيد. وكانت بتعمل كل حاجه زي الاطفال عادي كده. كانت بنت عسوله جدا ومتفوقه جدا، يعني دي درجاتها، دي امتحاناتها، اخر امتحانات امتحانتها، دي اخر امتحانات امتحانتها، دي درجاتها. كانت بتروح دار البيان، دي كراسة المتابعة بتاعتها، كل علاماتها ممتازة. ضيري ماشي. كانت بتحفظ قرآن، حافظة أحاديث، حافظة كل حاجة. دي كراساتها، دي كراساتها. دي حسناء كانت عايشة حياتها طفولة عادية وكانت زي أي بنت، زي أي بنت. كسروا فرحتنا ودمروا حياتنا كلها. دي كراسات حسناء، دي كراسات حسناء. كانت تيجي طفلة جميلة جدا. مش عارفة يعني هو ليه عمل كده. بنتي بتتحسن الحمد لله على التحسن اللي هي وصلت له، بس هل هترجع ايامها تاني؟ يعني هتعيش سنها؟ يعني هي عندها 7 سنين دلوقتي، هل عقليا قد سنها؟ طبعا لا، طبعا لا. رجعت كتير ورا، وهم متمتعين مع اولادهم ومبسوطين مع اولادهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. واصبر على ما أصابك وإذا جاءك اليأس ليحدثك عن المستحيل فحدثه عن قدرة الله رب العالمين. إن شاء الله تشوفيها بخير، وإن شاء الله صوتك يوصل للمسؤولين وللنائب العام ويقوموا بكل اللازم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أتمنى إن يعني الأطباء دي تتحاسب علشان الأخطاء دي كترت جدا. أتمنى يعني إن هم يتحاسبوا علشان هم عايشين حياتهم وفاتحين عيادات. طب ليه يفتحوا عيادات وهم فشلة؟ شفنا، سمعنا، شفنا الإهمال الطبي اللي مش ممكن هنشوف مثيل له إلا في مصر. شفنا الإهمال الطبي اللي كلمنا عليه الحلقة اللي فاتت، بس اتكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت فين؟ داخل المستشفى الحكومي. طب ندخلوا على الخاص، الراجل هيلم اللي وراه واللي قدامه ونخشوا عيادات. شفت حصل للبنت ايه الجميله اللي كانت في حضانه؟ طب النهارده عندها 7 سنين، ولا طالت حضانه ولا طالت مدرسه. تعمل ايه؟ تعمل ايه لما النهارده التقرير يقول عندها تراجع في الوظائف الحركيه، شد وتوتر عضلي في الاطراف الاربعه، ضعف في الادراك البصري؟ يعني اهلها بيقولوا طبعا هي بعد الشر عليها، لان كده كده ربنا فوق الكل وربنا قادر يشفيها، لكن من كتر ما هم خلاص اشتكوا الدكاتره على الاهمال الجسيم اللي وصل بيهم ان بيقتلوا بنت. يعني فعلا انت لو كنت قتلتوها كان احسن. هم بيقولوا كده. النهارده البنت النهارده ولا طالت تعيش ولا طالت تموت. ليه؟ بسبب ان النهارده اهمال الدكاتره، الدكتور يسيبها جوه العمليات مرميه ويهرب. الطب الشرعي يقول عادي، بتحصل كتير جدا بعد العمليات. فات على الطب الشرعي حاجه بان الاهمال اللي تم جوه العمليات وان البنت داخل العمليات فتره معينه كان هو ده اصلا الاهمال اللي حصل واللي ادى لشلل البنت. رفع قضيه مره واثنين وثلاثه، ولكن القضاء قال لا خلاص، الطب الشرعي قال كلمته وراح حق البنت. النهارده بعتهم يقولوا احنا مش عايزين الا فتح القضيه من جديد
ومعانا مستندات هنقدمها للنائب العام. فاحنا بنقول ينفع يا جماعة؟ ينفع تتفتح القضية من جديد؟ دي رسالة لجميع من يهمه الأمر وخاصة المحامين. يا ريت تخدمونا وتساعدونا وتتواصلوا عبر الرسائل والبريد الإلكتروني معانا عشان تحلوا لحسناء أحمد السيد يوسف اللي اتصابت بشلل رباعي وبعدة أمراض من قبل عيادة خاصة هم ذكروا اسمها، ولكن النهارده اللي يثبت ان هم الناس دي على صح هو نفس الطبيب الذي اهمل مع محمود علاء اسماعيل عبد الحميد. نفس القصه الدكتور ده عملها مع كتير من المرضى ومنهم محمود علاء اسماعيل عبد الحميد، نفس القصه. فطبعا يا جماعه مش ممكن هنسيب دكتور مهمل يدبح ويقتل في ولادنا، مش ممكن يعني. انا قلت انا بقول اهو في دكتور في كفر الدوار بيقتل في ولادنا، وبقول النهارده كان في حسناء، النهارده في محمود، بكره في مين؟ الساكت عن الحق شيطان اخرس. وانا اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد. كل من يسمعني يحب يسمع ويشوف مستندات ويساعد الناس دي يساعد، ما يساعدش انا عملت اللي عليا. طبعا يمكن جالنا كتير من الرسائل وجاتنا قضايا، واهمهم الاخ محمد احمد الهادي. محمد احمد الهادي بيقول ان عندي زوجتي مدرسة في ابو حمص، بيطلب من وزير التربية والتعليم او وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة ان ينقل زوجته في كفر الدوار او اقرب حاجة لمحل سكنه، لان هو بيعاني من العديد من الامراض، وقدم كتير من الشكاوى عشان يتم الموافقة وما حصلش. يا ريت احنا النهارده هنبعت لوكيل الوزارة برسالة او بخطاب الموجه لينا من احمد محمد الهادي. يا ريت يقراها ونكون مبسوطين او نكون سعداء جدا لو تمت الموافقة عليها. وشكرا، سعدت بلقائكم، وكنت اتمنى اقعد ساعة وساعتين وثلاثة، وكان نفسي اعرض جميع المشاكل اللي جات لنا، لكن هكون اسعد واحد في الدنيا لما المسؤول يحل المشاكل اللي تم عرضها واطرحها للناس واقول لهم مشاكلكم انحلت. الى اللقاء في حلقة قادمة في برنامج عيون الحي.